يعني البارحة الحملة صارت على السوشيال ميديا ما شاء الله، كلش 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 من كل قلبي فرحت انه يعني ما ظل تقريبا كل البيجات نشرت، اغلبية الناس تواصلت، اغلبية المشاهير نشرت الموضوع، فحيل فرحني هذا الموضوع صراحة. وقلت لكم اجاني من البارحة اليوم تقريبا 75 مكالمة، بس للاسف ماكو شخص يعني قاعد يقدر يحل الموضوع، هيك ما قاعد ينحل الموضوع. صار يومين حسن ما متصل علينا، كان يقدر قلت لكم اكو تليفون ويتصل على الرقم، صار يومين ما متصل علينا. ودا نفكر صراحة ان نروح اللي هناك هذيك المنطقة، ولو احنا ما نعرف بيها يعني ابدا بحياتي ما داخل هاي المنطقة. دا نفكر نروح ونخلي محامي ونحاول نتواصل، بس حسب كلام محامي انه ما راح نقدر نشوفه، فما اعرف يعني تنصحونا نروح هناك وشنو نسوي ما ادري. على العموم انا اريد اشارككم باول واكون متواصل وياكم، حتى بركة الله واحد مننا من برا آراءكم بشي ونوصل معه. طبعا بعض الناس عايفة كل السوالف هاي كلها ومركزة على شغلتين، أول شي إنه أنت شلون تبتسم، شلون تطلع، شلون تاكل، شلون تشرب، يعني هيجي مثلا إذا صديق أنا بمكان لازم أنا ما أكل، فما أدري أنا هاي الدراما ما أحبها. أنا جاي أحاول وياه بكل الطرق وأريد أوصل له، وجت تشوفون إنه أني فترة كاملة يمكن أسبوعين أنا ما ناشر شي أو أسبوع ما أعرف، في سبيل إنه أحاول ألقى حل ما قدرت، فآخر شي اتجهت للسوشيال ميديا. واليوم اتصلوا بينا قنوات معينة في سبيل نسوي لقاء، صراحة ما قدرت لأن المحامي ما نصحني بهاي القضية، قال حتى ما نشدد الموضوع أكثر. فإنه دا نقلكم الأجواء اللي دا تصير ويانا وهذا كل شيء. أتمنى يعني تركزون على الموضوع وتخلوكم ويانا في سبيل بركة الله واحد من عندكم تعرفونه منا ونقدر نحل القضية. هيك الموضوع بكل بساطة. كلش أحب عندنا شغلة بالعراق من زمان أحبها، إذا حسوا إنه أكو إنسان قاعد يتأذى أحسهم يتأذون وياه. أنا أحكي عن الأغلبية، ما أحكي على كم واحد دولة حشاكم التعبانين. تخيلوا واحد أمس شو معلق، إحنا وين نحكي هو شو معلق خيفيده مرتضى أركان. إيش دا تحس يعني منيتي أفوت بمخك وأعرف إيش دا يفكر. وين أنت وين؟ إحنا وين جاي نحكي وأنت وين ولد؟ يا أخي اكتب بالتعليقات الصفن. على العموم أنا أحب هاي الوقفة. يعني البارحة من شفت إن الناس كلها قاعدة تنشر، والله رغم كل شي دا نمر بيه حسيت اكو ناس داير ما يدورنا، حسيت هيك، حسيت بطعم العراقيين، فاهمين؟ إن شاء الله نفرح سوا قريبا. وشكرا لكل إنسان قلبه طيب، وشكرا لكل واحد نظيف متابعني. شكرا